لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. فرصة محمد صلاح للثأر من ساديو ماني. BBC الأربعاء: فرصة محمد صلاح للثأر من ساديو ماني. سلطت شبكة BBC العالمية الضوء على تأهل منتخب مصر بقيادة النجم محمد صلاح إلى مواجهة السنغال بقيادة ساديو ماني في نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا. وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى نصف نهائي نسخة 2025 من كأس أفريقيا مساء أمس السبت عقب الفوز الصعب على كوت ديفوار بثلاثية أهداف مقابل هدف. وضرب منتخب مصر بذلك موعدا ناريا مع السنغال يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات نصف نهائي كأس أفريقيا على ملعب طنجة. وقالت شبكة BBC العالمية: إحدى المرات التي أخفق فيها محمد صلاح في التسجيل خلال الأدوار الإقصائية لكأس الأفريقية كانت في نهاية نسخة 2021 ضد السنغال في فبراير 2022. وأضافت تعادل المنتخبان سلبيا لمصر بركلات الترجيح. وبينما سجل ساديو ماني زميل محمد صلاح إنذاك في ليفربول هدف الفوز في ركلات الترجيح، فإن الفرصة لم تتضح للمصري من أجل تسديدة ركلة في تلك الليلة. وواصلت كما فازت السنغال أيضا على مصر بركلات الترجيح للتأهل إلى كأس العالم 2022، حيث سجل ساديو ماني الذي كان يلعب إنذاك في ليفربول مع محمد صلاح ركلة الترجيح الحاسمة بعد أن أهدر قائد الفراعنة ركلته. واختتمت الشبكة بقولها: فرصة للثأر تلوح في الآفاق يوم الأربعاء لمحمد صلاح.